اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الكلام في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزوجاته صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. قال العلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى: أما الكلام فيهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما عائشة، ولا سيما الكلام في الأعراض والقذف، فإن هذا كفر والعياذ بالله. وقد أجمع العلماء على تكفير من يقذف عائشة رضي الله عنها، لأن الله تبارك وتعالى أنزل براءتها مما رميت به في 14 آية، فمن يطعن فيها فإنما يكذب الله ويكذب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أعطيت في هذا الباب منزلة عظيمة جدا، وأن من يقذفها فهو كافر، وأجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. ويلحق بها زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فرحم الله أهل السنة، فإنهم يرون تعظيم قدر أزواجه صلى الله عليه وسلم.